السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم عملت الطاجن الخطير ده ازاي. مبدئيا كده ده طاجن ام علي، بس بطريقه مختلفه. ما عملتوش المره دي بالجلاش ولا بالرقاق، عملته بحاجه اقتصاديه جدا، يعني يعتبر يعني حاجه كنت كده هستغنى عنها وهرميها، فقلت استغلها واعمل بيها حاجه حلوه للولاد، تنفع فطار او عشاء. بس حابه قبل ما ابدا اقول لك لو لسه اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونبدا على طول. دول 3 وحدات من الكرواسون بتوع الافران. احنا كنا شاريينهم، الولاد كانوا جايبينهم ونسوهم خالص واتحطوا كده على جنب واتنسوا لحد ما نشفوا واتفرولوا. بقت حالتهم صعبة جدا، مش هينفع يتاكلوا بالطريقة دي. فجبت طاجن وقطعتهم تقطيع عشوائي كده. طبعا ممكن نعملهم في طواجن صغيرة يعني، او البريمة الصغيرة الفخار، بس انا يعني استخدمت طاجن واحد بس، وقلت يعني حاجة واحدة الكل ياكل منها. ودول نص كيلو من اللبن العادي بتاع اللبان. غليتهم وحطيت عليهم 3 معالق من السكر، طبعا التحلية دي بحسب ما تحبوا، ونقطتين من الفانيليا علشان يدوا ريحة حلوة كده زي ريحة ام علي بالظبط. قلبتهم، واللبن ده مغلي زي ما انتم شايفينه كده بيطلع البخار. ودول معلقتين من الزبيب على معلقتين من جوز الهند، يعني اي حاجه تكون موجوده عندك. الحاجات دي كانت فاضله عندي من رمضان اللي فات، بتبقى متبقيه كده وشايلاها في الفريزر محتفظه بيها. حطيتهم على وش الطاجن. ودول اختياري طبعا، ممكن نستغنى عنهم، نحط بدالهم رشة سوداني او رشة قرفة، ومعلقة او قطعتين كده من الزبدة. قطعتهم على وش الطاجن برضو، وهحط بقى عليهم اللبن اللي انا دوبت فيه السكر والفانيليا. ومشغلة الفرن، مشغلة الشواية بس، لان طبعا اللبن ده مغلي وده كرواسون مش حاجة عجينة، يعني مش محتاجة ان انا اسويها. هضغط عليها كده بالمعلقة، هغطس القطعة في اللبن كويس علشان تشرب. عايزاها تتشرب كلها وتغطس جوه اللبن. معلقة من القشطة البلدي هوزعها على الوش. هدخلها تحت الشواية 5 دقايق 7 دقايق فقط لا غير، يعني تاخد بس لون ذهبي كده حلو وتتشمع، والزبدة تسيح كده فيها، وهتاخد وش على طول وهتاخد لون بسرعة. ما تدسيش عليها، ما تدخليهاش وتسيبيها، لان القشطة اللي احنا حاطينها هتساعد على انها تاخد لون ذهبي لذيذ في ثواني. وكده خلاص، هي قعدت بالظبط 5 دقايق تحت الشواية. مع المتابعة هنطلعها على طول. شايفين بوريكم ان لسه فيها لبن، اهم حاجة ان يبقى لسه فيها حليب. مش هنسيبها في الفرن لحد ما تتشرب تماما وتعجن. وكده خلاص تمام، ريحتها تحفة وطعمها جميل. وعلى فكرة الحاجات دي مستحبة جدا في رمضان، سجليها عندك واعتمديها، وهتبقى برضو تغيير في انواع الحلويات، وخاصة لو عندك اطفال. حاجة كده جميلة ولذيذة ومشبعة. وبس كده خلصت وصفتنا، شكرا.